انت هو انت مش المفروض دلوقتي تكوني بتذاكري وقاعده بتذاكري في اوضتك؟ ايه اللي مطلعك هنا على السطوح؟ يما باخد نفسي هو على طول مذاكره مذاكره. انا بحب كده اطلع فوق السطح كده، اشم كده هوا ربنا. يا سلام بقى، المذاكره دلوقتي هي اللي تعباكي جو كده ومخلياكي كل شويه ياما باخد نفسي ياما باخد نفسي. ليه يا اختي؟ الكتاب قاعد على نفسك مفطسك. قوم انزلي. بكره اختكم بسينه تتجوز، وانتوا يا اختي اللي هتشيلوا الدار كلتها من اولها لاخرها. قوم وبطلوا جانع. هو انت يا بوسينه يا بنتي خدي الغسالات دي تتطبق وتتحط في الدواليب، وتشوفي ايه اللي واقف في المطبخ. يلا. وانت يا سنيور محدش يفضل قاعد لي كده على السطوح. انزلي يلا. حاضر حاضر يما، انزلي واحنا نازلين وراكي اهو. هو انت يا منى مش هتبطلي الحركات بتاعتك دي؟ امك ما عرفتش ان انت بتطلعي هنا علشان محمود؟ هيه؟ لو امك تعرف ان انت بتطلعي هنا علشان خاطر محمود هتشندلك. بقول لكم ايه، محمود مش موجود دلوقتي، محمود بيجي على العصرية. اني هخلص على طول اهوت مذاكره ونازله. مذاكره عليا اني؟ فين الكتاب يا اختي اللي انت بتذاكري فيه؟ عامة انا قلت لك امك لو شكت في حاجه ما تلوميش غير حالك. انا يا اختي واخده الغسالات ونازله. ايه دي وماله يعني لما اطلع هنا عشان خاطر محمود؟ مش هيبقى خطيبي؟ شكل حتى محمود مش هيطلع النهارده على السطوح. هنزل بقى وشويه كده ابقى عاود، جايز يكون ايجي. يا منى انزلي لي يا بت. انت يا بت يا منى. يوه حاضر حاضر يما نازله اهو. خلاص يما عملت الحاجات اللي انت كنت قايله لي عليها، في حاجه تاني؟ ايوه بقول لك ايه، علقي لي على مي. حكيم ماني عايزه اتسبح، واخواتك كمان الصغيرين عايزين يتسبحوا. يلا شهدي وبعد كده تيجي عشان اقول لك تعملي ايه. حاضر حاضر يما. ربنا يخليكي الي يا بوسينه يا بنتي. انا مش عارفه والله من غيرك كنت عملت ايه. اخواتك في وادي وانت في وادي تاني خالص. اه انت اللي هتقطعي فيا اول ما تتجوزي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابراهيم؟ بوسينه مين اللي تتجوز حسن؟ هو انت مش عارف حسن يعني ولد اخوك ولا انا اللي هقول لك عليه؟ بقول لك ايه يا انشراح، ولد عمها وهو اولى بيه. أولى بمين؟ أولى بمين؟ هو أنت عاوز تاخد حتة من قلبي وتديها لحسن؟ حسن اللي السيجارة ما بتفرقش يده؟ لا، أنا بنتي مش هرميه. أنا بنتي أديها لراجل يعززها ويكرمها، لكن أديها لحسن عشان تقول لي ولد عمها؟ لا لا، خلينا بعيد يا إبراهيم، خلينا بعيد. وبعدين بيقول لك إيه؟ اللي تحبه لا تشاركه ولا بقول تنازله. لك ايه، خلينا نسأل ابو بوسين وناخد رأيه، مش جايز تكون هي لها رأي تاني. هو انت بتقول ايه يا ابراهيم؟ بنت مين دي اللي احنا هناخد رايها؟ وبعدين احنا ما نعشمهاش في حاجه اصلا. احنا من بره بره كده نرفض الموضوع ونكتمه كده على الخبر مجهور. لا. إيه حسن لا، لو اخر واحد في الدنيا كلاتي مش هديله بنتي ابدا. طب واخويا انشراح اقول له ايه؟ لو انت مش عارف تكلمه يا ابراهيم سيبني انا وانا هتكلم مع محمد. هقول له ما ينفعش. ايه اللي هنقول له؟ هقول للبنت مخطوبه. نقول له بقى مخطوبة لمين يا انشراح؟ صدقيني يا انشراح، ابن عمها يعني يا اولى بيه، على الاقل يعني عمره ما هيجي عليها ولا هيظلمها. انا قلت له يعني لا، انا بنتي مش هديها لحسن ولو اخر عريس في الدنيا كلتي. انا لو بنتي فضلت قاعده جنبي كده انا برضو مش هروح ارميها في النار بيدي. حسن دي كل يوم والتاني في خماره شكل. لا لا، انا بنتي مش قد وجع القلب دي. السلام عليكم. كيفك يابا؟ كيفك يما؟ تعالى يا ياسين يا ولدي، اقعد يا حبيبي. امال فين بقيت اخواتك؟ ما جوش ليه؟ الوكل بيرد. أنا بحسب يوما إن هما إيجوا، هما مجوش، كانوا لسه قاعدين جوا في القاع. طب أنا هنده عليهم. ماشي يا حبيبي، روح نادم اخواتك يلا. قول لهم يلا علشان الوكل بيرد. حاضر حاضر يما. خلاص يا ابراهيم، لو انت مش عارف تخلص الموضوع دي انا هخلصه وبمعرفتي. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا انشراح. لا اله الا الله يا ابراهيم، وسيب الموضوع ده على الله. يلا يا ولاد بسم الله. اهدي. امال احمد اخوك فين يا بنتي يا بوسين؟ مش راضي يجي يما، بيقول يعني إن هو مش جعان. قوم اروح له. هو تعبان يا ولا؟ لا يما، هو من قيمة شوية كده خلاني عملت له كده سندوتش، علشان كده تلاقيه يعني إيه، إن هو يكون شبعان يعني. خلاص يلا يا ولاد بسم الله. وانت يا بنتي يا ناد لحد دلوقتي ما غيرتيش اللبس ده ليه؟ مش انا قلت لك تتسبحي وقلت لك تغير خلقاتك؟ بصراحة كده يما أنا جوعان، لما أكل هبروح أتسبح يعني. خلاص ماشي يا ابله نادي، لما نشوف. ما حدش غلبني كده في التربيه في اخواتك غيرك انت. انت ما بتسمعيش الكلام وخلاص رصيدك اللي عندي ابتدى يخلص. يلا يا حبيبتي كلوا يا ولاد بألف هنا وشفي. بقول لك ايه يا بوسي، ايه الوكل يا بنتي حد الجو؟ انت شكلك كده رميتي ملح كتير. الظاهر كده ياما، الشكل كده يعني، يدي فرطت في الملح شوية. بقول لك ايه، انت على طول بتعملي العمله دي وانا قلت لك ديري بالك منها يا بوسين. مش كل مره على الموضوع ده. انت بعد كده يا حبيبتي هتتجوزي وهتروحي دار تانية خالص ومش هتلاقي واحده توعيكي كده. هيه. عامه المره الجايه ابقي ديري بالك. هو انت كده على طول يا بوسينة يا بنتي؟
كل ما امك تتكلم معاك كلمتين تزعلي. ما هي ما بتفهمش حاجة. بتزعلي يا اختي لما تسمعها من امك احسن ما تسمعها من حد غريب. انت خلاص ما بقيتيش صغيرة، يعني يوم والتاني وهتبقي في بيت العادل يا حبيبتي، وانا ما احبش حد يبقى انصح منك. فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة يما، والله ما قصدت. مثل يا بنت بيقول: يا بخت من بكاني وبك علي، ولا ضحكني وضحك الناس علي. فهمتي؟ يلا، بعد كده بمسكي يدك شوي، والوكل لما يطلع عادي احسن لما يطلع حادق. ولا ايه يا ولاد؟ الملح لو قليل في الاكل هتعرفي تزودي براحتك، لكن لو الملح كتير هتعملي ايه؟ الطبخه كلها باظت. الله ينور عليك يا انشراح. كلي يا اختي كلي وبطلي تبويس. يلا كلي. بسم الله. ان قمصتي يا بوسيني براحتك، مطرح ما تجوعي ابقي اغرفي يا اختي وكل. يلا يا بنتي يا نادى كل. لما تحبي تاكل تبقى تاكل براحتها لما تجوع، لكن احنا لا نمشي على مزاجها لا تزعل وتنغمس. يلا يا ولاد، يلا. يلا يا ابراهيم كل، الوكل بيجري. خف شويه يا انشراح على البنت. انت عارفه بوسينه وجيج، ومن اقل حاجه بتزعل. بقول لك ايه يا ابراهيم، نتكلموا في الموضوع ده بعدين، الولاد قاعده. وبعدين لما اشد عليها دلوقتي احسن ما تسمع لها كلمتين ما لهمش عازه من واحده بعد كده. يلا يلا كل. وبعدين انا امها مش مرات ابوه. يلا يلا كل. وملاك الصالح هي شويه بتنغمس كده، بس بعد كده هترجع تاكل. ولو يا عم ما كلتش انا هاخد لها الوكل على غرفتي. هيه. يلا. لو كان كده ماشي. الحمد لله رب العالمين. قوم يا مون، قومي لمي الوكل دي. يلا يا ناد ساعد اختك. ها يما، كنت بتناديني؟ لا كنت بندم على خيالي. قومي يلا انت واختك شيلوا الوكل دي. الحمد لله أنا كلت. ماشي يا حبيبي بألف هنا وشفي. يلا على اوضتك وروح ذاكر يا ياسين. حاضر حاضر يما، السلام عليكم. انت بتشدي على العيال قوي يا انشراح. سيبك انت. ايه العيال لازم كده؟ ما ينفعش ان احنا نرخي لهم الحبل على طول. شد وارخي. تعرف ماتي ان انت ترخي، ومات ان انت تشد. تربية البنات مش سهلة يا ابراهيم. قول لاني يا مخلفة البنات يا شايلة الهم من ممات. مش معنى كده ان هم حاجة وحشة لا سمح الله، لا، بس تربيتهم مسؤولية، واحنا ما ينفعش ان احنا نسيب لهم السيف في السايب. عندك حق يا انشراح، انا عمري ما قلت لك بتعملي ايه، بس خف شويه على بوسينه غلبان، وبعدين ما تستاهلش يعني كل دي. بقول لك ايه يا ابراهيم، بعد كده بنتك بوسينه دي مش هتتجوز وهتروح دغري دغني. بعد كده تسمع لها كلمتين من واحده ملهاش لازمه. ايه. بقول لك ايه، سيبني انا عارفه انا بعمل ايه. خلاص ماشي، انا هقوم بقى اصلي العشي وهنام. وانت مش هتنعسي ولا ايه؟ لا يا ابراهيم انا قاعده شويه كده اطمن على البنات بس كده، واشيل الحاجات اللي ممكن تخسر، وباذن الله اصلي وادخل انعس. خلاص يا انشراح اللي تشوفيه. هي منى يا بنتي. أيوه أيوه يا ماي. بوسينه اختك نعست. لا يما، قاعدة جوا في القاع. طب بقول لك ايه، اغرفي لها واكل كده وخليها تاكل، ومش تقولي لها النان اللي مشيعاك. هيه. يلا روح. حاضر يما. وبرجعي يا بنت قولي لي عملتي ايه. قال الست ام حسين كمان عايزه بوسين. ده بوسينه دي عينيا من جوه، ايدي ورجلي، اروح في اللاخ اديها لحسين. لا عاشت ولا كانت. اما اقوم باجي علشان اصلي العشي. بقى انت هنا يا بوسين وانا الف عليك الدار جوا؟ عاوزه ايه يا منى؟ همليني الحال، انا عاوزه اقعد لحالي كده شوي. بقول لك ايه، امك مشيعالك واكله اهو، بس اوعي تروحي تقولي لها ان انا قلت لك ان امك اللي مشيعاني. هي ضحكتني يا منى. هو اني مش ليا نفسي ان انا اضحك؟ يا اختي اضحكي، هو حد واخد منها حاجه يا اختي؟ تعرفي يا منى يا اختي، اوقات كده بحس ان امك مش بتحبينا، واوقات بحس ان هي اطيب ام واطيب قلب في الدنيا كلتي. معاك انت بس يا اختي، لكن انا لو كنت انا يعني اللي انقمصت على الاكل وما قدرتش اكل، ولا كانت شيعت لي واكل، ولا كانت عملت حاجه. معاك انت بس يا ابو سيد. يوه يا اختي. هو انا يعني اللي بنتها وانت مش بنتها؟ طب على طول بتكلمني عنك، وبتفضل توصيني عليك، وبتفضل تقول لي ديري بالك على منى ونادي، دول اخواتك الصغيرين. الام دي حاجه كبيره قوي. انا عارفه ان هي بتعمل كده علشان بتحبني وعايزه مصلحتني. ايوه ايوه يا اختي، انا فاهمه ان هي حاجه كبيره، بس معاكي انت، وبعد كده مع احمد اخوك وياسين، لكن انا ونادي اخر حاجه بتفكر فين. والله يا اختي حرام عليك، انت ظالمه امك، ده امك بتحبك وروحها فيك. انا هقول لك على سير، انا كنت جوعانه جو، بس لما امك قالت الكلمتين دول صعب عليا نفسي وقوم. تعالوا ناكلوا انا وانت. ومين سمعك يا اختي، انا كمان جوعانه، تعالي ناكلوا ونعمل كوبايتين شاي ونقعدوا كده على المرجحه الحلوه اللي ابوك عملها لنا دي. تعرف ان انا بحس ان ابوك حنين علينا عن امك يعني. اتنين حنينين يا اختي، ربنا يبارك لنا فيهم اذا كان ابوكي ولا امك.
طب بقول لك ايه بقى، انا عندي خبر زين هيفرحك وهيخليك تطيري كده من الفرح بجد. اخصى عليك يا منى. ايه هو بقى الخبر دي؟ لا مش هقوله لك دلوقتي، غير لما ناكله وتقومي بقى تعلقينا على الشاي. انا غرفت، يبقى انت تشيلي الصينيه دي وتعملي لنا كوبايتين شاي، وبعد كده لما تيجي هقول لك على الخبريه. ده انت هتطيري كده من على الارض طير. اخصى عليك يا منى، ما كنتش عشمتيني. طب اقول لك انا مش عاوزه اكل، وهقوم اعمل لك شاي وتقولي لي على الخبريه على طول. لا والله ما انا جايه غير لما تاكلي الاول وبعد كده هقول لك. هقول عليكي ايه بس وانت فيكي كل لعيبه. ماشي يا اختي اديني باكل اهو. بقول لك ايه، اعملي لي شاي سكر زياده وحطي لي فيه نعناع عشان يليق كده مع القعده الحلوه اللي احنا قاعدينها دي. وتعالي. حاضر حاضر يا ست منى. على قد ما الخبريه هتفرحك بس هتزعلك يا اختي. ما عرفش بقى بس انا هقول لك وانت حر. ماشي ماشي يا منى، لما تفيقي اروح اعمل الشاي ولحد ما ارجع الاقيكي نعستي. مالك يا اختي واقفه ليه كده؟ ما فيش يا ندى، كنت بفتح الشباك وبهوى كده الاوضه. قوليلي، انت لحد دلوقتي لا تسبحتي ولا حتى غيرت خلقاتك؟ لما امك تقوم هتزعج معاكي. بقول لك ايه يا اختي، الجو ساقع مش قادره لا اتسبح ولا اعمل. انا هخش اغير خلقاتي كده وخلاص. وامك لو سالتك بقولي لها ان انا اتسبحت. يعني انت عاوزاني اكذب؟ انا عمري في حياتي ما كدبت. وانا الصراحه لو امك سالتني انا هقول الحقيقه وهقول ان انت ما تسبحتيش. بقى كده يا اختي تباني بقى هادعي ان حسن مش ياخدك وانا عارفه انت بتحبي حسن قد ايه. حسن؟ هو فين حسن؟ هو حسن سائل فيا خالص يا اختي. يلا انا متعلقه بس في الحبال الدايبه. يا سلام عليك انت يا بوسينه يا اختي، بقى انت ما تعرفيش ان عمك محمد كلم ابوك علشان يخطبوك الحسن؟ انت بتقولي ايه؟ مين؟ حسن كلم ابوكي؟ انت بتقولي ايه؟ عيدي تاني كده يا نادى. هتقولي لامك ان انا اتسبحت؟ ايوه ايوه هقول. خلصي بقى، بطلي بقى رخام. قول، حسن اتقدم لي؟ بدل هتقولي لامي ان انا اتسبحت هقول انا سمعت ابوك امبارح بيكلم امك وبيقول لها ان عم محمد كلمه اكتر من مره عنك، بس امك رفضت وقالت له حسن لو اخر واحد في الدنيا انا مش هديله بوسينه. امي قالت كده؟ طب ليه؟ امي عارفه انني مياله لحسن من زمان، كيف يعني تعمل كده؟ الكلام ده بجد ولا انت يعني بتضحكي علي؟ لا يا اختي بجد، وانا هضحك عليكي ليه؟ واديني قلتلك وامك مش ناويه تجيب لك اي تاثير. انا قلتلك بقى وشوفي هتعملي ايه. بس زي ما اتفقنا انت هتقولي لامك ان انا اتسبحت. ليه كده بس يم؟ ليه؟ ده انت عارفه انني بحب يعني ورايده حسن من زمان، ليه تعملي كده؟ صباح الخير يا بوسينه. ايه دي؟ في ايه يا بوسينه؟ بتعيطي ليه؟ سيبيني الحالي وهمليني الحالي دلوقتي يا منى. ليه يا اختي كفالة الشر؟ في ايه؟ ايه اللي مخليكي كده صحي عماله تعيطي كده؟ لو عرفتي دلوقتي يا منى انت كمان هتعيطي كافي. ما تكونيش عرفتي موضوع حسن ابن عمك؟ يعني انت عارفانه اهو، امال ما قلتليش ليه؟ هو دي يا اختي الموضوع اللي انا كنت هقولك عليه عشي. بس يعني انت شفتي امك اجت ودخلتنا وقالت لنا يلا ادخلوا عشان تنام، وانا كنت هقولك والله على قد ما عارفه ان الموضوع هيفرحك على قد ما انا عارفه ان هو هيزعلك، لان امك يعني رفضت. وامك ترفض ليه؟ ترفض ليه؟ دي حياتي وانا حره فيه. انا من زمان وانا رايده حسن، اول ما يجيلي امك ترفضه، دي في عدل مين؟ خلاص بقى يا اختي، اديك عرفت ان هو يعني كان رايدك وخلاص. وبعدين لو ليكوا نصيب في بعضيكم ان شاء الله ربنا يعني هيجعل لكم نصيب. رايحه على فين يا اختي؟ رايحه يا منى عشان اتكلم مع عمك. انا عايزه اقول لها رفضته ليه. يعني انت يا اختي مش عارفه رفضته ليه؟ حسن كل يوم والتاني على قهوه شكل، وكل يوم والتاني مع واحده شكل، وهي خايفه عليكي. انت عارفه يعني حسن واللي بيعمله. انا لما اتجوزه هغيره، هخليه يتغير، هخليه ما يشوفش غيري. وكمان لما يتجوز هيعقل. حسن مش كده، حسن بس الشله اللي هو اتلم عليه هما اللي مخلينه يعمل كده. وبعدين اي شاب دلوقتي ممكن يبقى طايش كده لكن بعد الجواز بيعقل. بقول لك ايه، حسن ايدك منه والاب. حسن ما هيتغيرش، حسن من يومه هو كده ولعبي. وياما نصحتك وقلت لك ما تتعلقيش بس انتي اللي ما سمعتيش كلامي. بحب حسن، والحب مش بيدنا، قلبنا مش بيدنا يا منى. الحب يا حبيبتي دي ما ياكلش عيش، اللي ياكل العيش الحب اللي بيبقى كله فلوس، يبقى حب وفلوس. لكن حب بس ما ياكلش عيش يا اختي، وخصوصا بقى لو مع واحد زي حسن ابن عمك. انا بقى مش هسكت، انا هتكلم مع ابوك وهقول له انني موافقه. وبعدين ابوك لما يعرف انني موافقه عمره يعني ما هيغصبني على جوازه من حد تاني. اني ما اقدرش ان انا اتخيل روحي مع حد غير حسن. حسن هو كل حياتي. انت بس بتقولي كده دلوقتي يا حبيبتي علشان انت معميه على اخطائه، لكن لو انت شايفه اخطائه زيني مش هتقولي الكلام ده. مش بايدي يا منى. انا هروح اتكلم مع ابوكي. حول ولا قوه الا بالله.
فعلا والله زي ما بيقول، مراية الحب عامي. يعني انت مش شايفة حسن بيعمل ايه؟ وكل يوم والتاني جايب لنا مصيبي. لا فكي دي، وعايزة برضه تتجوزوا. صباح الخير يابا. صباح الخير يا بوسينة يا بنتي، تعالي فوتي. ماله بقى القمر بتاعنا زعلان ليه؟ قوليلي. بصراحة كده يابا، أني كنت جاية وعاوزة أتكلم معاك في موضوع. وماله يا حبيبتي؟ بس قبل يعني مش تعملي لي كوبايه شاي بقى من يدك العسل دي يا بوسينة يا بنتي؟ حاضر حاضر يابا، هروح أعمل لك كوباية شاي واجي. بس يعني أنا مش عاوزة أكون يعني مع الطلاق. يا سلام، هو انا يعني ورايا الديوان؟ وحتى لو ورايا الديوان انا مفضي روحي ليك انت واخواتك مخصوص. روحي يا بنتي، شوفي يلا اعملي كوبايه الشاي وتعالي قولي لي على اللي مزعلك ده. اللي مزعلك دي نهاره مش معدي النهارده. إن شاء الله تسلم وتعيش يابا. حاضر هروح أعمل لك كوباية الشاي واجي. هو انا عندي اغلى منيكم انت واخواتك يا بوسينة؟ ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. اتفضل يابا، كوباية الشاي أهي. احلى كوبايه شاي دي ولا ايه؟ تسلم يدك يا بنتي. تعالي بقى وقولي لي ايه اللي مزعلك. بصراحة كده يابا، أنا مش عارفة أبتدي منين. هتتكسفي يعني من ابوكي؟ ما تتكلمي وتقولي، واللي انت عاوزاه انا هعملهولك. يعني انت ليكي حد يعني بعد ربنا غيري يا حبيبتي؟ وانت عارفه انني ما بتاخرش عن اي حد فيكم انت ولا اخواتك. وهو ده اللي خلاني أجي وأتكلم معاك يابا. ربنا يعلم يابا أنا بحبك قد إيه، أنا وإخواتي يعني. وعارفين إن أنت يعني بتعمل لنا كل حاجة نفسنا فيه. طبعا يا بنتي، انا موجود هنا في الدنيا دي بفضل ربنا، وكمان علشان احقق لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه. لو قدرت يعني لو بمقدرتي. انتوا عارفين يعني ان انا ما بتاخرش عليكم لا انت ولا اخواتك في حاجه. ربنا يديمك في جروسنا يابا. أنا الصراحة عرفت بموضوع يعني عم محمد أنا أنا محروجة يابا، مش عارفة أتكلم. موضوع عمك محمد؟ ماله عمك محمد؟ انت هنا يا بوسينة يا بنتي، وانا قلب عليك الضرب براه. أيوة أيوة يما نهين، كنت عاوزة حاجة مني. ايوه كنت. هو انت كنت هنا بتعملي ايه؟ فيه ايه؟ كنت عاوزه ابوكي في حاجه ولا ايه؟ ايوه ايوه يا انشراح، استني بس لما نشوف هي عاوزه ايه. يتكلم يا بوسينة يا بنتي، انا سامعك اهو. لا يابا خليه بعدين بقى الموضوع. قولي لي يما، كنت عاوزاني في إيه؟ ذكي يا بنتي تفتحي الاوض كده وتطلعي كده الفرشات بره كده في الشمس يتهاووا. وعاوزاكي تمسكي النهارده البيت تمسحيه انت واخواتك. هي حاكم بابا قاله ليلتين ما اتمسحش. حاضر حاضر يما. يلا يا حبيبتي، اعملي اللي قلت لك عليه وبعد كده تعالي عشان اقول لك تعملي ايه تاني. حاضر حاضر يما. وبقول لك ايه، فيق اخواتك، خلي احمد ينزل على الارض، وكمان ياسين يروح على مدرسته. يلا يا حبيبتي. حاضر يما اللي تشوفيه. هي البت دي كانت جايه هنا يا ابراهيم، كانت عاوزه ايه؟ هتكون عاوزه ايه؟ تلاقيها عاوزه تشتري فستان جديد ولا حاجه. ما عرفش. قولي لي انت، انا فكت من صباحيه ربنا مش لقيتك يعني جاري. كنت بطول لي كده على السطح، حاكم ماني سمعت كده رجلين بيمشوا فوق الصبح. رجلين؟ هو انت مش هتبطلي الخيالات دي؟ والله ما بيتهيألي يا ابراهيم، دايما بحس كده ان في رجلين كده بيمشوا كده في الليل فوق السطح. ببقى قلقانه يعني على العيال وكده، وخصوصا على البنات يا ابراهيم. انت بس يا انشراح علشان بتحبيهم زياده عن اللزوم. اقصد يعني ان هم غاليين حداكي. ربنا يعلم يا ابراهيم، انا بحب الاولاد دول قد ايه. دول اكبر نعمه ربنا كرمني بيهم، ولازم نحافظوا عليهم. ربنا هو الحفيظ يا انشراح. يلا بقى هاتي كوبايه الشاي بتاعتك وتعالي نقف في البلكونه عشان نشرب كوبايه الشاي سوا. ماشي يا حبيبي، هقول لبنت من البنات تعمل لي كوبايه شاي وتجيبها لي. يا بوسين، يا بوسينه يا بنتي، ايوه ايوه يما. اعملي لي كوبايه شاي يا بنتي. ولو حداكي فايش هاتي لنا شويه فايش، هي او جرس كده. حاضر حاضر يما. تحضري يا حبيبتي وما تغيبيش ابدا. ثانيه واحده يا ابراهيم، اجيب الكراسي ونحطها في البلكونه.